مشكلتي مع ناس معينة تختصر في كلمة أنا ما كنتش فاكرها تيجي منك أنت، وبتكون صعبة قوي لما تبص على حد كان غالي عليك وتبقى عايز تقوله أنا ما كنتش عايز أخسرك، بس للأسف أفعاله معاك أجبرتك على ده، والغلط مش عليه، الغلط بيكون منك أنت، الغلط بيكون منك أنت علشان أنت اللي عودتهم إنك ما بتزعلش وعادي، فتمادوا في زعلك وكسر نفسك وخاطرك. ده حتى كسرة النفس والخاطر مش بتتنسي وبيفضل وجعها معلم في القلب مهما عدى عليه وقت. وفعلا جملة لأ علشان ما يزعلوش ضيعت مني كتير، وأنا عارفة، والله عارفة إن الدنيا ما بتقفش على حد، بس المشكلة إن العشرة بتوجع. كون إن الود ما بيننا خلص فده مش معناه أبدا إن أنا كرهتك، بالعكس ده أنا أتمنى لك كل خير، كل خير والله، بس بعيد عن حياتي. بيقولك في حياتك كلها ممكن تغلط غلطة واحدة، غلطة واحدة بس تخليك تفضل تسدد في فواتيرها طول عمرك. فحقيقي شكرا، شكرا للمواقف اللي أظهرتكم على حقيقتكم وورتني الوش اللي كان مستخبي. شكرا لوجودكم اللي علمني إن أنا مثقش في حد، لأني كنت أكتر حد بيثق في الناس بسرعة، ويمكن دي اللي خسرتني ناس كتير وخلتوني أتوقع أي حاجة من حد مهما كان قريب مني. شكرا إنكم خلتوني أسدد فواتيري كلها بعدم ثقتي في حد. وعلى فكرة الزعل اللي جوايا ده كان سبب العشم. كنت فاكر إنك غالي أو عزيز عند حد، وفجأة تكتشف إنك مش عزيز ولا حاجة، وعادي زيك زي أي حد. أنا سمعت ناس بتقول أنت مش هتعرف قيمة الحاجة إلا لما تروح منك، بس الحقيقة إن في حاجات كتيرة قوي راحت مني، عرفت إن أنا اللي كنت عاملة لها قيمة. شكرا، شكرا لكل حد فوقني وعرفني إزاي أتعامل مع الناس كويس،